السلامة. اليوم ما شاء الله نعنوعة باش تعطينا غوسيت البنبلوني متاعها. شوفوا ما شاء الله محلاه بنبلوني نعنوعة، شوفوا الخفة والهشاشة والبنة، حصلوا فيه برشا أسرار. إن شاء الله تتبعوها الغوسيت وإن شاء الله تعجبكم. يعطيك الصحة يا نعنوعة على الغوسيت. صحة وشفاء. إن شاء الله يجربوها وإن شاء الله تعجبهم الغوسيت. هيا شو باش نسحقوا باش نعملوا البنبلوني؟ نجبد رطل بطاطا، نوزنوا رطل بطاطا، نقشروا ونحطوا يتسمط. باهي عندنا البطاطا دونك عندنا البطاطا باش نوزنوها كيما هي بالقشور نتاعها. البطاطا شنو باش نسحقوا؟ نجبد رطل فرينة وزوز عظمات، زوز عظيمات، وباكو خميرة جاتو وباكو خميرة خبز. باهي باكو خميرة جاتو وباكو خميرة خبز. باكو خميرة خبز. الحليب انت والفرينة، جبدش الحليب من الفريجدير، باكو حلو خاطر كي تبدا حاجة باردة تهبط لك الخميرة يولي ما يجيك السمح. معناتها ماذا بينا الحليب نتاعنا يكون من برا من تمبيراتور امبيونت على ما يكونش في الفريجيدير ولا ندفيوها شويه كان شتاء ولا باهي وشويه ملح قلنا مع شويه ملح وشويه كركم تفيدوا بلاش مع الفرينه. تو انا راك تو تراني ولا نصب رطل البطاطا قشرته وريقلته وحطيته يتسمط مع تشيشه ملح وتشيشه كركم. باهي طاب جبت صبيته ورحيته. تويكا باش نحطوه في الميكسور نتاعنا وباش نرحيوه. دوك البطاطا نتاعكم كي توزنوها بالقشور كيما هي، بعديك تقشروها تغسلوها وتقصوها وتصمتوها في شويه ماء مع شويه كركم وشويه ملح هكا يا نعنوع. ايوه بعديك باش نرحيوها. البطاطا باش ترحى لكم بالباهي ما يوقعش فيها كعابر وكرافس وكل شيء، صب عليها مثل شويه حليب. شويه حليب باهي انا كنت شايشه هكا بالعين شويه باش تولي لنا باش ترحى لك والبطاطا ترحى بالباهي. باهي البطاطا يلزم ترحى بالباهي ما يوقعش فيها حتى كعبه. سي كملنا رحينا البطاطا نتاعنا. شوفوا ما شاء الله شفتوا التكستور نتاع البطاطا ما شاء الله تحسوها اونكتيوز محليها. باهي تو باش نزيدوا البطاطا على الفرينه. دونك لهنا حطينا الفرينه نتاعنا باش نزيدوا البطاطا اللي رحيناها مع شويه حليب باش تولي اونكتيوز. شوفوا التكستور ما شاء الله محليها. باهي يا نعنوعة قول لنا شنو هو سر البطاطا في البنبلوني نتاعك؟ انا الحقيقه البنبلوني نتاعك نحسه سبيسيال بنين برشا وقد ما تاكلوا ما تشبعش منه. هيك المشكله هو فيت قد ما تاكل ما تشبعش منه تلمون خفيف وهشيش. والبطاطا يظهر لي انغريديون جديد مانيش مستانسين بيه في البنبلوني. تنجمش تحكي لنا شنو هو السر في زيدان البطاطا للبنبلوني؟ علاش تزيد لنا البطاطا في البنبلوني؟ والله انا جربت وحدي راني جربت عملت بلاش بطاطا ناكلو وبعد سويعه حتى كي يجيني الضيف نحشم باش مدهولو يبس دخلت انا البطاطا ناكلوه وحتى يجيك الغدوه مش في نهار وظيف وتمدوا عباره قليتو جديد. حتى كي تولي تغطسوا في العسل تسخن العسل وتغطسوا تقول قليتو جديد. معناها كي تعمل بامبلينو ما تخسر فيه حتى شيء. ما كليتش اليوم تاكلو غدوه وما يتلوح منه حتى شيء وصحي وباهي وكل حاجاته مفيدة. معناتها يا نعنوعة سر من أسرار البنبلوني متاعك هو البطاطا. البطاطا هي اللي تخلينا البنبلوني هشيش وخفيف وقد ما يقعد اون ديغي حضرته توا. ايوه دونك هذه كأسوس جديدة ان شاء الله تجربوها الاسوس نتاع نعنوعة وان شاء الله تعجبكم. توا صبينا البطاطا فوق الفرينة نتاعنا. دونك كيما قلنا لكم خدينا بول حطينا فيه الفرينة. قديش فرينة يا نعنوعة؟ رطل فرينة 500 غرام فرينة، زدناهم 500 غرام بطاطا اللي ديجا قشرناهم وقصيناهم وسمطناهم في شويه ماء وشويه ملح ورحيناهم مع شويه حليب باش هكا نتحصلوا على اون تكستور اونكتيوز كيما تشوفوا لهنا. وتوا شنو باش نزيدوا؟ العظمات بعد ما غسلتها عندنا نجبد نكسر صيف ما نحصلوش ديما نكسروا العظمه خاطر صيف الدنيا سخونه يعلملها. صحيح ديما نغسل عظماتي ونحضرها كسرها هيك بركه عظيمه هيك اثنين. دونك لهنا عندنا 500 غرام فرينه، 500 غرام بطاطا سمطناها وزدناها شويه حليب ورحيناها حتى لين تحصلنا على اون تكستور هوموجين اون تكستور اونكتيوز كيما شفتوا. زدناهم كايبتين عظم. نجبد اصغر مغرفه في داري شويه تونه كركم على اللون يعطي لون مزيان الكركم في برشا منافع زاده كيما تعرفوا. شيشه ملح خاطر البطاطا حطينا فيها شويه ملح. اي شيشه ملح
نجبدو باكو خميرة الجاتو باكو خميرة الخبز، قصو نخلطو الكل. باهي هذيا خميرة الجاتو زدناها، خميرة الخبز وهذه خميرة الخبز. تو باش نزيدو خميرة الخبز. ديما خميرة الخبز كي نزيدوها نبعدوها على الملح، صحيح ولا؟ صحيت. انا كنت قبل راني اما بالنسبه تو استسينت بالباهي، كنت قبل باكو الخميره نصبوا في كاس شويه ماء شويه سكر ونحطه حتى يطلع. تو عصر السرعه فادنا معانا او صغارنا معانا او ماشيين للبحر او ماشيين نتحوسوا باش ما يشريوش من الشارع خاطر حاجه ما قاعد صحيه، يحبوا يشريوهم احرار. اما انا ديما نحب حاجه صحيه لصغار اولادي، نعمل في الدار. يعطيك الصحة. حاجة الدار وحدها فورية فيسع ما نقعدش حتى نحط في الكاس الماء وشوية سكر شوية ماء حتى يطلع عاني فيسع. اي صحيح. وكي نبعدوها على الملح نضمنوا انه النتيجة موجودة وخميرتنا مريقلة. خميرتنا هيك على شراء وهذيك على شراء. وملحنا لهنا كما تشوفوا الملح بعيد على الخميرة. اي تو واش باش نعملوا؟ نعاود نغسل يديا، ولو ان العظام مغسول وكل شيء مغسول اما نعاود نغسل يديا. فما فرينة تشرب بالباهي، فما فرينة ما تشربش. فما فرينة ندوب نعمل هكا نلقاه مريقل بالعظام والبطاطا مريقل صاي. اي خاطر صبيت شويه حليب مع البطاطا، انا موني ريتوني صبيت شويه حليب مع البطاطا، نجم نعمل هكاك نلقاها مريقله من غير ما نزيد شيء. باهي معناتها احنا نبداو نعجنوا ونشوفوا. يعطيك الصحه. باكويا بجنبي وانا نشوف روح. باهي دونك نبداو نعجنوا لي زانغريديون تاعنا الكل. خلينا نفكروهم باللي زانغريديون يا نعنوع. 500 غرام فرينه، زدناهم 500 غرام بطاطا اللي قلنا قشرناهم وسمطناهم ورحيناهم مع شويه حليب. قلنا باش نتحصلوا على هيك التكستور الكريموز. نعنوع قدكم رد بالكم تخليوش فيهم كعابر، راهو لازمهم فريمون يكونوا هكا كل كريمه. شفتي فرينه اللي سمحه طلعت سمحه وتشرب، طلعت سمحه وتشرب. انا نعمل هكاك. باهي نزيدوا شويه حليب. وفي صورة ما حبيت تعلم بنتك ولا ولدك وجات وجاريه شويه ما تفجعش وما يخافش، كي يزيد مغرفه ولا زوز فرينه ما تقلقش. باهي في صورة ما انت تصب في الحليب وكلمك حد ولا حدث فيك حد وحصلت جاتك جاريه شويه ما يقلقش كي تزيد من غير فرينه ما تعمل حتى شيء. باهي اما باذن الله تجيك لاباس. تحب برشا عجنين يا نعنوع العجينه نتاع البمبلوني؟ لا عادي، انت تدورها مليح 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 وتحسها صاي او كنتوا تراو فيها يجي حكايه درج ما يجيش دخلت بعضها دخل خاطر كيما حكيت لكم فما فرينه تبدا تقبل بالباهي فما فرينه ما تقبلش على حد البطاطا والعظمات تلقى عجينتك مريقله. المهم تدور يدك بالباهي في العجينه لقيتها تحب تزيد انا زدتها مغرفه كانها جات خاطر صبيت حكايه كاس نتاي في البطاطا ويترحى باش ترحالي بالباهي وبالسمح ما يقعدليش كرافس في البطاطا. شوفوا ما شاء الله شوفوا محلاها كي العجينه هذه تكستور. شوف هذه استوس باش يجينا البمبلوني نتاعنا بنين. حكايه درج بين لميت لها نتاع تلم العجينتك ومكوناتك الكل وجنابها الكل تلمهم وتعال بيدك هكاك السر هكاك باش هيك تجي تعطي الفورمه تبدا تتجبد وباهيه. السر كي تعمل هكاك 3 4 ضريبات هذه الاستوس ندخل فيها الهواء. انا ندخل فيها الهواء بيدك تعمل هكاك ونعملوا شويه سر نجاح في الحاجه الزمليه. انا تو باش نعمل فوق شويه زيت الزيتونه نحطه في الفخار الزملي. احسن حاجه الحاجه الزمنيه وحاجه الدار وحدها حصيله. سر نجاح في الحاجات الزمنيه. هاك نعمل شويه زيت تو على العجينه باش ما تعمليش قشره خاطر احنا تو باش نخليوها تخمر. هاك شويه بما ان احنا صيف زيت زيتونه الفوق خاطر سمح وباهي مفيد للصغيرات للكبار صحيح. كنت تخليها ما تعملش قشره من الفوق خاطر انت هي بعد نصف ساعه تبدا تقلي على روحها. توا سي كيما شفتوا نعنوع صبت الزيت وفوق العجينه نتاعنا باش ما تعملش القشره وتوا باش نخليوها تخمر ترتاح وتخمر نصف ساعه. بين انا حضرت زيتي حضرت قهوتي ولا تاي انا باش ناكل معاهم بمبلينو باش وقت نقلي ناكل سخون وحتى كي يبرد ديما سمح وديما باهي وحتى كي يبات من ديما سمح. العجينه نتاع البمبلوني نتاعنا قاعده تخمر باش نبداو نحضروا العسل. باهي كيفاش نحضروا العسل يا نعنوع؟ 2 كيسين سكر كاس ماء. 2 كيسين سكر عليهم كاس ماء. دونك اي كيس تحبوا عليه تكيلوا بيه المهم نفس الكيس. احنا هوني نعنوع باش تكيل لنا المهم كيلتين كيلتين سكر عليهم كيلو ماء. هوني كاينه بكيس ديراليكس. وبما انه نعنوعه ما شاء الله عليها الروسيت هذه تعملها توا سنوات من اللي انا صغيره نتفكر تعملنا نحطه على النار من غير لا نحرك ولا شيء هكا وحده نقص على النار هكا نحرك الكسرونه بيدي برك لا بمغرفه لا لوح لا حديد. سر كي ما تحقدش تحرود فيه حركه بيدي هكاكا ونقص على الغاز ونحطه سله
شفتوا كيفاش بعد ما توا سي ما عادش عندنا سكر في الكعرة نتاع الكسرونه نتاعنا حتى شيء. تقعد هذه وكاستيس والله يعطيك الصحه يعني حتى اللي يذوب السكر بالسياسه قعدت هكا تسيس فيه حتى اللي ذوبت السكر الكل في الماء. وتوا باش نحطوه على النار ونخليوه يطيب كيف هكا بالنسبه للعسل قاعد يطيب. تويكا باش نحطوا 3 كيسان سكر، كاس ونصف ماء. ذوبناهم هكا كيما شفتونا بالسياسه وبعديك حطيناهم على نار هاديه وباش نخليوه حتى لين يطيب. وتو نوريكم بالمرحله. شفت العسل الغلي؟ اي شفت العسل الغلي؟ شفت لو مرة لا حركت ولا شيء، جيت باش نراه انا طاب شي نعملوا قرص. شفت تبارك الله كي عملت له كيلو نتاع ماء بالكيل وكل شيء بالكيل ما يقعدش يدرج ويطيب. باش تعرفوا انت لا طاب شدوا هكاكا رد بالك ما يدك تحرقش، رد بالك يدك تحرقش. تحب في صحين صغيره الا بحكم الخبره حتى كي سخون يجيني عادي على خاطر استنس. انت باش تخاف على يدك ولا حاجه سد. ورينا طريقه المبتدئين باش ننجحوا فيها. هاك ريتا اي هاك شفته به هو تو حل روحه. وريتشي قطرت قلت لقيتها سامحه هكا. الحكايه الكل حكايه دريج خاطر حاطينه بالكيل كما قلنا لكم. كيلة السكر اشترها ماء وتخليوه حتى لين هكا يغلي. يبدا هكاك تشوفوا في هذوما الفقاعات يغلي. وتوا كي يغلي وحسينا التكستور نتاعو سي يشد روحه شويه واحنا باش نزيدوا عليه القارص. باهي نعملوا عصيره قارص نعنوعه كي يعطيها الصحه تعصرها في كويس باش كان طاح قلب ولا حاجه نحيه وبعد نزيدوا العسل نتاعنا مغيرفه قارص هكا. باهي توا باش نزيدوا القارص. مغيفه قارص هكا زدناها عصرناها في كيس باش نحينا القلوب. كريتو كي يبدا غالي هكا برا باش يفيض هذاك طاب صاي كنشوفوا في الفقاعات. ورينا سبحان الله لا طاب صاي. ورينا ترايك الحاجه اللي كيفاش تعملها باليد الاماره. باش نشوفوا بسم الله. انت تنجم رد بالك من الحرقان خاطر العسل يحرق. نجم في ذيك صحيح. هاك شفته. اي تكستور تاعو باهي. شفته حكايه لكل درج خاطر راني عملته ماء بالكيل. باهي 3 كيسان سكر كاس ونصف ماء هاكا. كي يغلي هكا كفاي طاب صاي. طاب حطوا باكو فانيليا والا مغرفه عطرشيه. باهي باش ما كان فانيليا نطفي ونصبوا باكو فانيليا. كان عطرشيه خاطر عباره ماء باش عسلي ما يفسدليش. هاو مازال يغلي ريت مازال يغلي وانا نحط زوز مغرفات عطرشيه. هذايا عملته في الدار عطرشيه عملتها في الدار دياري هاكا مغرفه عطرشيه. جيز تحريكه بعد ما زدنا القارص نهز غلوه ونزيدوا زوز مغرفات عطرشيه. ما عطرشيه ثم شكون ما عندوش عطرشيه يجي يعمل زهر زاد هوش باهي كل يفوح طريف برد باهي الكل يعطي نكهه في العسل وريحه. وانا تو علاش صبيت ريت مفحو وانا علاش صبيت العطرشيه وخليتها تغلي شويه خاطر كل ما حاجه تغلي ما تفسدش. اذا كان انت عملت البامبالينو تاعك والعسل يفضلك عمرك ما تلوحه تجبد بيبسه بلع ولا لا تحب انت يبرد وتصبوا فيها وتحطوا في الفريجير. نهار اخر اذا كان عندك باش تعمل ما تعملش عسل لاحق نلقاه عندي يقعد كيما هو جوالو شيء حتى شويه يويو حتى اي حاجه باش تعملها تلقاه ما تلوحوش. انا والله يفضل لي حتى زوز مغرفات نصبهم في لامبه صغيره ونخليهم تستحقهم في اي غسيل. سي طفينا عليه طفينا على الغاز. نجدو زيتنا ونشعله مع الزيت. نصر ياخذ بزيت زيت باش يجي عايم في الزيت. شفت نجبد الصحن ونحط فيه من نفس الدبوسه في الصحن. تو هذاك بعد نوريك علاش صبيته في الصحن. باهي بعد حكايه نصيف ساعه عجينتنا شوفوا ما شاء الله خمرت ما شاء الله عليها ما شاء الله تنفخت بالبي خمرت. اوكي في نصيف ساعه احنا توا الصيف في ساعه من الحاجه تخمر. وكما قالت لكم نعنوع استعملنا الخميره نتاع الخبز دونك تعاوننا على التخمير في ساعه ما خمرت. في الشتاء اذا كانك انت بعد نصف ساعه لقيتها ما خمرتش ما تسالش خليها زيد درجين 3 ما يقلقش. ما يسالش في الشتاء. نقليو كيما وراتكم نعنوع حطينا شويه زيت لهنا في صحين تو تقولنا شنو باش نعملوا بيه. دونك الزيت نتاعنا قاعد يسخن وكمل نوريكم باش تورينا بالمرحله ويسخن بالبيه. باهي وكيما قلت لكم لازم بزيت زيت خاطر كيما تعرفوا احنا باش نقليوها البامبالون دونك لازم بزيت زيت.
وعندنا صحين هذا صبت لنا فيه شويه زيت، هاي باش تورينا علاش. الزيت سخن. غسلت الوداتي باش ريحتهم. هيا خلينا نشوفوا الصحين نتاع الزيت شنو باش نعملوا بيه تو. بالايد يجيب الزيت، فما الناس ما تعرفش بالايد دهم بالماء، حتى جيراني يقول لي بلينا يدينا بالماء ويقعد الزيت ينطر فينا، قلت لهم لا بليدك بالزيت. اي وهز قديمه ها تعملها كويرات. اي كويرات سهله. ها تحط صبعك الوسط، تحط صبعك الوسط. ها ها شفتها؟ ها سهله. ها حتى لا أول مرة يعملوا يرى ريسات الريب ما شاء الله يجيبوا كان سمحوا هي خاطر تعمل هكا كويرات بيدك. اي هكا كويرات صغيرات وبعد تالي تحط صبعك الوسط. شفت فيها حتى شيء. سهلة ها شفت؟ ها سهلة ميلة هذي. هكا شفت؟ هاي نزيد نوريهم مكعب أخرى. ها هكا يدك ديما تعملها بالزيت وتديها على العجينة، حتى كان قطرة زيت باش تقطر لك على العجينة. ها ما شاء الله محليهم. وانا تو نحب نقضي على حسب عدد صغاري ولا الضيوف اللي عندي، الباقي نقصي عليه راهو ما يصير له حتى شيء، تصبوا في حاجه بغطاها وتحطوا في الفريجدير حتى الغدوة يقعد حتى الغدوه ما يجرى له شيء. هاك على الكعبه زيت تطبخ وتزيد. باش نقلب هاي باش نقلبها. هاي ما شاء الله محليه. شفتوا ما شاء الله يتنفع. شوفوا ما شاء الله توا كملنا القليين. شوفوا ما شاء الله هذا شوف قداش عمل. شفتوا ما شاء الله الرطل قداش عمل. شوفوا تبارك الله محليه شيش خفيف يعمل 66 كيف. توا نعنوع باش تورينا كيفاش باش نعملوه. عندنا طريقتين يا نعنوع. هما صغيرات يحبوا السكر خير، يحبوه بالسكر. وهو البامبالين والمعروف في تونس وفي سيدي بوسعيد يعملوه بالسكر. بامبالين المعروف بالسكر. بالسكر. صافي سامي يحضر ما يشدش اليد، على عكس ما احنا نقولوا البمبلوني ياخذ اليد. جاينك ضيوف ولا جاينا خواتك ولا صحيباتك ولا اللهم صل على النبي. شوف قداش عملنا رطل. شوفوا تبارك الله ما شاء الله. شفتوا ما شاء الله. هذه توا كيما قلنا لكم تنجموا تعملوه بالسكر ولا تعملوه بالعسل. وريناكم طريقه العسل اللي تنجموا العسل هذيك تعملوا به يويو، تعملوا به اسمر، تعملوا به اي غوصيت عندكم، وتنجموا زيدا تغطسوا البمبلوني في العسل ويجيكم. احنا جينيرالمون نعملوا فطاير بالعسل، ما حتى البمبلوني بالعسل زيدا يجيبني. انا باش نوريكم كيفاش باش نعملوا تو بالعسل. نفس طريقه الفطاير. سخنت العسل. هو نعنوعة لازم كي يبدا البمبلوني سخون العسل بارد ديما العكس. لا كيما تحب كيف انت. لا كملنا القليين خاطر انت كي تعسلوا دوبا طلعوا من المقله يشرب لك برشا عسل. احنا كملنا وبعد تالي سخنت العسل خاطر هو بريسك باش يبرد معناها عادي. شفتوا ما شاء الله اغزر اللمعه اللي فيه ما شاء الله. عسل المحليجه. تحب العسل تسخن تحب ما تسخنش كيف زاد. باهي. عسلي مريقل طايب في طريقه. تحب تسخن تحب ما تسخنش ما يقلقش. جاوك الضيوف وانت تحب تمدهولهم عباره سخون سخنوا العسل ونعسلوا. باهي شوفوا هكا نجموا تعملوا بالسكر والا بالعسل، كل واحد يعمل اللي يشتي. شوفوا ما شاء الله محليه حتى العسل. شفتوا اللمعه اللي فيها والريحه كان كتار الريحه غنودك ولا شاهي والله ريحه تعمل ترشيه ديري.
كل شيء في ميزان. يعطيك الصحة يا نعنوعة، وربي يشدك بصحة البدن، وإن شاء الله كل عام وانتي حية بخير. يعيشك، شهية طيبة، يعيشك. الله يعجبكم. الله لا تقطع لك عادة إن شاء الله. تيما ريسيت عجبتني، تو نزيد نعطيكم ريسيت أخرى إن شاء الله. عنا عيني باش نوريكم التكستور متاع البنبلوني متاعنا. شوفوا ما شاء الله محليه، هشيش يعمل 66 كيف. شوفوا ما شاء الله، هذا الكل السر اللي قلنا لكم عليه هو في البطاطا. شوفوا ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله. هذه الكعبة بالعسل، شفتوا ما شاء الله محليه. اغزروا قديش هشيش خفيف، هشيش يعمل 66 كيف. ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم. كما قلت لكم راني وديتكم بالغوسيت خاطر نحبها برشا برشا وبنينه وهشيشه. اغزر شوفوا تبارك الله. شوفوا هيا ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم، ويعطيك الصحه يا نعنوعه، وربي يشتك صحة وشفاء. صحة وشفاء.